دي حادثة عربية ودي كمان حادثة عربية، بس ايه اللي ممكن يخلي الناس تنجو من دي ويطلعوا سلاء؟ وايه اللي ممكن يخلي محدش يطلع سليم من دي رغم ان الاتنين تقريبا ليهم نفس الشدة؟ الفيزياء هي اللي هترد على السؤال ده، والسؤال ده اجابته بسيطة. متوسط حوادث الطرق اللي بتحصل كل يوم في العالم حوالي 4400 حادثة، يعني تقريبا حادثة كل 6 دقايق. السنة اللي فاتت راح 1,350,000 إنسان في حوادث الطرق، وده رقم عملاق. بس قصاد الرقم ده معظم الناس اللي بتتعرض لحوادث طرق بينجوا منها وبيعيشوا بعدها. نسيبنا من الإحصائيات دلوقتي، ندخل في الفيزياء على طول. السير آيزاك نيوتن هو اللي هيشرح لنا اللي بيحصل في حالات التصادم كلها، رغم ان على ايامه ما كانش فيه عربيات. قانون نيوتن الاول بيقول الجسم الساكن يبقى ساكن والجسم المتحرك يبقى متحرك بنفس السرعة والاتجاه ما لم تؤثر عليه قوة. العربية جسم متحرك، هتفضل تتحرك طول ما انت دايس بنزين. طيب لو اتأثرت بقوة، الطبيعي ان القوة اللي تأثر على حركة العربية هي قوة الفرامل، تقلل من سرعتها لحد ما تقف تماما، ولما تقف سرعتها هتبقى صفر. طبعا اي حد ركب عربية قبل كده عارف ان احسن طريقة انك تحول سرعة العربية لصفر انك تفرمل بالراحة وسنة سنة لحد العربية ما تقف، عشان انت لو فرملت مرة واحدة جسمك هيتحدف شوية لقدام، ولو راكب ميكروباص مثلا هتخبط في الكرسي اللي قدامك. ده بسبب حاجة اسمها القصور الذاتي. القصور الذاتي ببساطة هو مقاومة الجسم لأي تغيير في حركته المنتظمة. بس كل ده عادي، مفيش ضرر منه، دي فرملة جامدة بس، خصوصا لو لابس حزام امان، وده بيخلي معظم جسمك جزء من العربية. طيب لو العربية ماشية بسرعة وخبطت في حيطة أو شجرة أو أي جسم تاني ما بيتحركش، العربية هتقف مباشرة، يعني هتفقد سرعتها هتتحول لصفر في جزء من الثانية. لو الراكب لابس الحذاء، يعني جزء من العربية، هيفقد سرعته معاها، ودي حاجة كويسة. إنما بقى لو مش رابط الحذاء، يعني مش جزء من العربية، القصور الذاتي بتاع جسمه هيقاوم التغيير المفاجئ في الحركة وهيطير بدماغه من إزاز العربية. طبعا ده هيقلل جدا فرصه في النجاة. نيجي لقانون نيوتن التاني، بيقول ان عشان اي جسم يتحرك لازم قوة تأثر عليه، وكل ما كان الجسم ده كتلته كبيرة كل ما هيحتاج قوة اكبر عشان يتحرك. تعال نطبق القانون ده على العربيات. يبقى قوة اصطدام العربية بأي جسم هتزيد كل ما تزيد سرعتها وكل ما تزيد كتلتها، يعني كل ما كانت العربية كبيرة كل ما كان قوة اصطدامها اكبر. عشان كده حوادث العربيات النقل التقيل دايما بتكون اعنف من حوادث الملاكي. بص على قانون نيوتن الثالث بيقول ايه؟ بيقول لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، مضاعف له في القوة، محذرا له من الرجعة، وإن عدتم عدنا وإن قلتم قلنا. سيبك منها وخليك معايا. معنى كده ان لما عربية تخبط في حيطة بقوة ما، نفس القوة دي هترد تاني من الحيطة للعربية وتدشملها، وكل ما كان التصادم قوي كل ما زادت القوة اللي هترد للعربية والضرر هيكون أكبر. والتصادم ده بنسميه unelastic collision، تصادم غير مرن. وده بيحصل لما العربية تخبط وتفقد سرعتها فورا، تقف في نفس مكان الخبطة، والقوة الناتجة من الخبطة ما تتحولش لحركة، يعني العربية ما تردش لورا، فقوة التصادم بالكامل تسمع في العربية. وهنا هيكون الضرر كبير. الطاقة لا تفنى، لازم حد يشيل الطاقة اللي طالعة من التصادم دي. طيب امتى الضرر يقل؟ لما طاقة التصادم دي جزء منها يتحول لحركة ويبقى تصادم نوعه إلاستيك، يعني مرن. الفرق بين التصادم المرن والتصادم الغير مرن هو انك لما تجيب بطيء وتحدف واحدة في حيطة خرسانة وتحدف التانية بنفس القوة في ملاية متنشرة على الحبل، طبعا اللي هتتحدف في الحيط هتتكسر، وده التصادم الغير مرن. واللي هتتحدف في الملاية مش هيحصل لها حاجة، وده التصادم المرن. طبعا كان نفسي اعمل لكم التجربة دي، بس البيضة ب5 جنيه. لما العربية تخبط في عربية تانية والخبطة تنطرها تاني لورا، او العربية تتقلب او تمشي شوية بعد الخبطة، المهم ما توقفش على طول، فالطاقة اللي طالعة من الاصطدام جزء منها بيتبدد في الحركة دي، والعربية ما بتمتصش الطاقة بتاعت الاصطدام بالكامل. ده هيقلل الضرر على الراكب، يعني كل ما العربية ما اتحركت بعد الخبطة كل ما كان احسن. اسوأ سيناريو انها تقف في الحال، كده الراكب والعربية شربوا قوة التصادم كلها. طاقة التصادم بتعتمد على حاجة اسمها مومنتم، يعني الزخم، والمومنتم ده حاصل ضرب كتلة العربية في سرعتها. يعني كل ما زادت سرعة العربية وزادت كتلة العربية وكانت كبيرة هيزيد المومنتم والطاقة اللي طالعة من الاصطدام بتاعها. يعني أكيد العربية اللي هتعمل حادثة وهي ماشية على 100 كيلو
خبطتها هتبقى أشد من خبطة عربية عملت حادثة وهي ماشية على 70 كيلو أو 50 كيلو. ونفس الكلام العربيات الكبيرة زي العربيات النقل اللي كتلتها كبيرة، خبطتها هتبقى أشد من خبطة العربيات الصغيرة اللي هي العربيات الملاكي. ليه؟ عشان هتولد مومنتم أكبر وهتولد طاقة اصطدام أكبر. كده فهمنا الجانب العلمي لحوادث العربيات. طب إزاي نتجنب الحوادث من الأساس؟ الحزام الحزام الحزام، عشان هيخليك جزء من العربية، وفي الحوادث دي حاجة إيجابية مش سلبية في معظم الحالات يعني، عشان هيخليك تستفيد من الحاجات اللي بتمتص طاقة الاصطدام اللي في العربية اللي هقولها لك كمان شوية. الحزام هيقلل القصور الذاتي لجسم الراكب أثناء الاصطدام عشان ما يطيرش من مكانه ويدخل في الإزاز، وبيقلل من خطر الوفاة في الحوادث بنسبة 45%، ودي طبعا نسبة كويسة جدا. وكده كده لازم تربطه عشان الرادارات الجديدة مش هتحلك. تاني حاجة هي الاير باجز، بتمنع ان الراكب يخبط براسه في الدركسيون ولوحة العدادات. وفي الحوادث الكبيرة ممكن الكسور الذاتي يسبب خلع في الرقبة، الاير باجز بتمنع ده. كمان العربيات فيها حاجة اسمها كرامبل زون او مناطق الامتصاص، ودي وظيفتها لما العربية تخبط انها تتطبق وتمتص طاقة الاصطدام زي الاكسدار. وفي عربيات بتصمم الشاسيه نفسه انه يمتص طاقة التصادم عشان ما توصلش بالكامل لمنطقة الركاب. كل وسائل الأمان دي بتشتغل لحد سرعة معينة. حتى العربيات اللي واخدة تقييم 5 نجوم في الأمان بتضمن لك فعالية الوسائل بتاعتها لحد سرعة 70 كيلومتر في الساعة. بس بعد كده بتقول لك مع نفسك عشان طاقة الاصطدام بعد السرعة دي الوسائل بتاعتي مش قدها. لو عربيتك مسجلة سكور كويس في اختبارات الأمان، يبقى احتمالية نجاتك من تصادم وانت ماشي بسرعة 70 كيلومتر في الساعة بتوصل ل100%. بس لو ماشي على سرعة 115 كيلومتر في الساعة، احتمالية نجاتك بتنزل ل25% بس، عشان طاقة حركة العربية عند 115 كيلومتر 4 أضعاف طاقتها وهي على 70 كيلومتر. وزي ما قلت لك الطاقة لا تفنى. حوادث العربيات بتحصل يوميا ونقدر نقللها بشكل كبير لو قللنا السرعة والتزمنا بالحزام. وده مش بيقلل من حرفنتك في السواقة خالص، بس التواضع مطلوب لما يكون الموضوع فيه حياة وموت، وربنا يبعد الشر عن الجميع. ولو طلعت بمعلومة واحدة جديدة أنا هكون مبسوط. ما تنساش دول.